السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة بإذن الله يا حبايبي جاية معاكم بفيديو الرز المدسوس اللي في الفلاحين زي حالتنا كده بنقول عليه الرز المدسوس، واللي هم في إخواننا اللي في المدن بيقولوا الرز المعمر. مش مشكلة المسميات يا جماعة، أهم حاجة النتيجة وحلاوة الرز ده أما تعملوه وتشوفوا نتيجته وتكون ناجحة معاكم بإذن الله. أتمنى يا حبايبي إن انتوا تتفرجوا على الفيديو للآخر واللي يعجبه طريقتي يا حبايبي يكتب لي كومنت حلو. الرز معانا اهو يا حبايب قلبي، هنغسله. بنغسل الرز يا جماعة، بنقلب فيه كده ونغسله مرة واتنين وتلاتة لحد ما ننزل نسبة النشا بتاعته الزايدة ديت وميته تروق معانا خالص اهو يا حبايبي. نغسله كمان مرة اهوت لحد ما نحس ان ميته زي بقت رايقة وشفافة زي اللي نازلة من الحنفية. معانا الرز اهو يا حبايبي، بقول لكم ان احنا غسلناه كده وصفناه. هنعيره. اللبن يا حبايب قلبي معانا كيلو لبن جاموس، جايبينه كامل الدسم. تستحسني اللي انت بتجيبي منه اللبن بتاعك عشان يبقى دسم وحلو، دسم وحلو كده وتقيل. ونجيبه. الخطوة دي مهمة يا جماعة، نقيد عليه البوتاجاز علشان اما ننقع الرز بيه لازم في المرحلة دي ان هو يكون سخن، ما نحطوش بارد اهو يا حبايبي. معانا الرز دلوقتي. بقول لكم عيار الصينية ان احنا بعد ما بنغسل الصينية كده بنسوي الصينية السطح بتاعها كده ونعاير بخرطة صابعنا كده، بننزل نشوف في قاع الصينية كده نشوف فيها رز خرطة ومقربة على ونص اهي. نخلي القيمة بتاعة الرز قد الفراغ اللي في الصينية من فوق عشان يا حبيبة قلبي يكون العيار معاكي مظبوط ويكون حلو، يديكي نتيجة مظبوطة، ما يبقاش الرز معجن معاكي او يبقى طري. خطوة العيار ديت تهتمي بيها يعني. معانا اللبن اهو يا حبايب قلبي، قرب ان هو قايم للغلوان اهوت كده كفاية، لان احنا مش عايزينه مغلي، احنا عايزينه يكون سخن بس اهو يا حبايبي. حطينا كده قيمة معلقة الا شوية ملح. الحاجة اللي بنحط فيها لبن يا جماعة نحاول ان احنا نهدي الملح فيها عشان تحس بطعم الخير بتاع اللبن كده، ما يبقاش مالح ولا حادق، يبقى مسكر معاكي زي القشطة كده. هنحط يا حبايبي اللبن اهوت ونقلب عشان ندوب الملح معانا اهو يا حبايبي. لسه الصينية يا حبايبي لسه بقى عايزة كمان هي، بس احنا بقى ايه مش هنكمل لها بقى لبن كتير دلوقتي الا ما ندخلها الفرن ونعدلها. باقي قيمة كوباية لبن اهي هناخدها، بس من ايه اما نظبط الصينية في الفرن ونعدلها كده ونقدلها نبقى نحط ايه نسبة العيار اللي باقي. اذا احتاجنا مية هنحط بقية اللبن، دي حاجة قدامنا يعني اهو يا حبايبي. بقلب كده عشان ادوب الملح كده. ملحها مظبوط يا جماعة من غير ما ادوق، لان احنا متعودين يعني بنعمل الحاجة كده من غير ما ندوقها كمان. مظبوطة هي يا جماعة معانا. هنحطها دلوقتي في الفرن. ودينا الصينية اهي في الفرن يا حبايبي وعدلناها بسم الله ما شاء الله. الشوارق يا جماعة من فوق تكون وسط اهي، ما نعليش قوي، ومن تحت برضو تكون وسط. طبعا لسه احنا عايزين نزود قيمة اللبن اللي باقي او المي عشان الصينية ناقصة عيار معانا اهي. صلوا على النبي يا جماعة واذكروا الله. دلوقتي يا جماعة اهو معانا كوباية اللبن اللي كانت باقية من اللبن اللي احنا كنا مسخنينه. هنكمل عيار الصينية اهو يا حبايبي اهي. احنا بقى ما نعليش النار عليها عشان ما يفرش ويندلي، لا احنا هنخلي احنا بقى عنا على الولعة بتاعتها كده نظبطها بقى نخليها وسط من تحت. نهدي الشوارق من فوق اهو يا حبايبي. طبعا اما حطينا بقية اللبن قلبنا برضو مرة كده كده يا جماعة. كنا قفلنا بقى عليه وكده استوى معانا اهو يا حبايب قلبي.
ختم معانا اهوت. هنيجي لمرحلة يا حبايبي احنا طلعناه من الفرن دلوقتي، احنا ما حطينالهوش غير اللبن بس اللبن كمننا عارفين ان اللبن ده حلو ودسم وكده. ما بين الطريقة بتاعتي يا جماعة انا بختمه باللبن كده وبعدين بطلعه اشبب الصينية، بحط السكينة يا جماعة جنب حافية الصينية كده زي ما حضراتكم شايفين، وزي ما يكون ايه يعني زي ما بنقول بنقور الصينية كده اهي يا حبايبي. الصينية سن السكينة كده نازل لأرضية الصينية، بنقور كده ونرفع بقى، ونرفع بالسكينة. اذا كان في عقدة بقى في الرز بتبقى مظبوطة معاكي، ما بتلاقيش في غلطة في الرز بتاعك. اهي يا حبايبي برفع بسيط كده بالسكينة، وانا بلف كده اتاني بلف بالسكينة داير ما يدور كده وارفع اهو. الخطوة ديت البخار اللي بيطلع نتيجة ان انا برفع السكينة كده ده بقى ايه بيظبط لك حباية الرز من جوه، ولو فيها عقدة بسيطة بتستوي معاكي اهو يا جماعة. بورولكم اهو مستوي ومفرفر معانا جميل. هنغرز الصينية من فوق كده يا حبايبي. دي الطريقة دي اسمها ان احنا بنشبب المعون بتاع الرز كده الصينية. بننزل كده بالسكينة يا حبايبي قبل ما نحط السمنة، عشان لما نحط السمنة تنزل لأرضية الصينية. وطبعا احنا هنرد الصينية تاني في الفرن عشان تتشرب سمنتها، ونتيجة التشبيب دي بقى ايه تظبط لك الحباية من جوه، ما يبقاش في الحاجة غلطة كده اهو يا حبايبي. هنحط السمنة على وش الصينية وجنب الحواف اللي احنا عملناها كده بتاع الصينية كده، وننزل ايه كمية السمنة اللي احنا عايزينها. دي سمنة سايحة يا حبايب قلبي، بسم الله ما شاء الله من دسم اللبن. والله ما كانت محتاجة اي سمنة، بس لازم بنحط عشان ايه نظبط طعم الرز المدسوس كده او الرز المعمر يا جماعة. حطينا نسبة السمنة بتاعتنا اهي يا حبايبي، بسم الله ما شاء الله. النتيجة بتاعته كانت جميلة يا جماعة، بسم الله ما شاء الله. دلوقتي يا حبايبي هنرجع الرز تاني اهو بعد ما حطينا له السمنة وشببنا المعون. هندخله في الفرن تاني ونعلي من تحت عشان الصينية تتحمص بقى وتحمر كده من ارضيتها. وهدينا الشوارق اهيت علشان السمنة دي تدوب كده وتسيل في الرز لتحت. اتمنى يا حبايبي ان طريقتي تعجبكم، واذا عجبكم الفيديو ما تنسونيش بلايك واشتراك، كومنت حلو يشجعني، واللي ما اول مرة يشوفني يعمل لي اشتراك ويفعل زر الجرس عشان يوصله مني كل جديد. اهو يا حبايبي كده النتيجة النهائية يا حبايبي. طلعنا الرز اهو بعد ما شرب سمنته، مفيش اجمل ولا اروع من كده. هنطلع لكم معلقتين منه كده يا جماعة عشان تشوفوا نتيجته. شوفوا حباية الرز مستوية اهي، ومفرفر وجميل مش معجن يا جماعة، مفيش حباية ماسكة في حباية اهي. دي نتيجة لخطوة التشبيب يا حبايبي الأخرانية. وكل واحد له طريقة، في اللي بيحبوا يحطوا السمنة في الأول. كلها طرق حلوة وكلها حاجات زي الفل من ايديكم اهو يا حبايبي. اتمنى ان طريقتي تعجبكم، وما تنسونيش بلايك واشتراك حلو. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.